بقول لك ايه، ما تنساش تسأل على عرض بداية المدارس للمكاتب. المكتب ده اسمه فيليكس. ليه سميناه فيليكس؟ عشان مرن، ممكن نستخدمه في كذا حاجه. ازاي؟ اولا ده خشب طبيعي، حجمه صغير، متر 98 متر، الجزء دوت 50 سم. طب فيليكس ليه؟ هنيجي نتكلم على كذا جزء فيه. واحد، سراحه. عندي جزء سراحه، عندي مربعات صغيره ممكن استخدمها في الاكسسوارز بتاعتي. طيب ده كده مكتب ولا سراحه؟ الاثنين. حاجه افتح الدرج كده بقى معايا كرسي. الكرسي اولا ده كله خشب طبيعي، فيه نسبه ستورج قويه جدا ان اقدر اخزن فيه الكتب او الملازم او هنيجي نقفل ده، هنيجي نقفل السراحه. احنا وظفنا جزء في المكتب ان يجي يتعمل بوكس بالشكل ده، بحيث ان انا احط فيه 3 ارفف من جوه او رفين مع القاعده من تحت للاجزاء الصغيره. اي حاجه في المكتب، القلمه، الاكسسوارز الصغيره، ممكن ان انا اوظفها بالشكل ده في الجزء الشمال، واجي على الجزء اليمين بالنسبه لي استخدم نفس الكيفيه بس للاطارات الطويله شويه، لو انا عندي كتاب طويل او عندي كراسات بشكل اوسع. مكتب فيليكس هو خشب طبيعي، الاخشاب بتاعته كله كونتر، الارتفاع بتاعه نفس ارتفاعات المكاتب الستاندر، بستخدمه بالشكل ده معايا، حجمه متوسط معايا، استخدام لفرد كبير او استخدام لفرد صغير. الكرسي بتاعه مريح جدا. بنستخدمه سراحه عشان برواز المرايه بالاكسسوارز بتاعته، او بنستخدمه مكتب بالكيفيه دي. احنا بنستخدم الاخشاب بتاعتنا، هو كونتر طبيعي، شركه محترمه جدا، مش MDF، عشان اللي بيتقلد في كل حاجه احنا بنشتغل عليها هو في الMDF. الخشب بتاعنا طبيعي. افضل استخدم المكتب بتاعي، زهقت منه ممكن ارشه تاني، ممكن ارشه تالت، بنفس الاخشاب بتاعته بنفس الكيفيه بتاعته. متوفر معانا 4 درجات المكتب الفيليكس، درجه لون الاوف وايت اللي قدامنا، درجه لون البنيات، متوفر معانا درجه لون رصاصي جريهات، درجه لون الاسود. ال4 الوان متواجدين معانا للمكتب الفيليكس.